السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وعبد ربه حتى لبى داعيه، وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لازلت بفضل الله جل وعلا أتحدث مع حضراتكم في هذا الموضوع الرقراق الجميل في فوائد الذكر، وتوقفت في الحلقة الماضية عند جزئية في غاية الأهمية، ألا وهي علاج ضيق الصدر من القرآن والسنة. قلت بأن من فوائد الذكر أنه بفضل الله تبارك وتعالى يذهب الهم والغم ويملأ القلب فرحا وسرورا، وما أكثر الهموم والأحزان والآلام. ولا يوجد الآن مسلم على وجه الأرض إلا وعنده شيء من هذا، لو لم يفكر إلا في واقع أمته لضاق صدره. ولا حرج ولا عيب أن يضيق الصدر لبعض الكلمات أو المشاهد التي تخلع القلوب الآن على الشاشات. فهذه المشاهد التي نراها في كل نشرات الأخبار لأطفالنا وأولادنا ممن تسفح دماؤهم رخيصة على أيدي اليهود الظالمين على مرأى ومسمع من العالمين، وتمزق أشلاؤهم وهم أطفال، من بينهم أطفال رضع ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاقوا، استيقظوا وهم في فزع ورعب. يرى الطفل أشلاء أخيه أو أشلاء أخته تتناثر أمام عينيه وبين يديه، ويرى الدماء تملأ بقاع البيت، ويرى البيت الذي كان تدب فيه الحركة يراه ساكنا صامتا كصمت القبور. يبحث الطفل المسكين عن أبيه، عن أمه، عن أخيه، عن أخته. شاء ربي وقدر أن يبقى وحيدا. ماتت الأسرة كلها بصاروخ غاشم ظالم يهودي من صنع أمريكي ليدمر البيت كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذه المشاهد لا أتصور أن مسلما يحمل في قلبه ذرة إسلام يرى هذا المشهد الذي يحرق الفؤاد إلا وسيضيق صدره وستبكي عينه وسيتضرع إلى الله جل وعلا ليشهد الله تبارك وتعالى أنه ربما لا يملك إلا هذه الدعوة الصادقة التي لو خرجت وقد لفحتها حرارة الإيمان وحرارة الغيرة على الدماء المسلمة التي صارت أرخص شيء في الكون، والله ربما صنعت هذه الدعوة الكثير والكثير لو عرفت الأمة قدرها وجلال من تخاطبه وتناجيه وتتضرع إليه وتسأله سبحانه وتعالى. نعم، يضيق الصدر لكلمات باردة ميتة كمياه البحر الميت، باردة كبرود الثلج، حين يقال عن مثل هذا الذي نراه ونشاهده حرية التعبير أو التطهير العرقي أو حق الدفاع عن النفس إلى آخر هذه الكلمات التي تملأ الصدر بالضيق. والله الذي لا إله غيره إن الصدر لضيق لهذا الواقع الأليم. دعك من كلمات تسمعها أنت عن شخصك أو عن نفسك يضيق صدرك لها، لا أنكر عليك ذلك، فأنت بشر، لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. لا أعيب عليك يا أختاه أن يضيق صدرك لكلمات تترامى إلى سمعك من هنا وهناك وهنالك، لا أنكر عليك ولا أنكر عليك، لكنني أتصور أننا أمام هذا الواقع المر الأليم الذي تسفح فيه الدماء وتمزق فيه الأشلاء، أتصور أنه يجب أن نستعلي على آلامنا الشخصية، أتصور أنه يجب أن نستعلي على آلامنا الشخصية لنعيش هذا الألم العام، لنعيش ألم الأمة، لنعيش ألم الأطفال الذين يذبحون ذبح الخراف ويقتلون كما يقتل أي شيء أو أرخص شيء. لا أريد أن أشبههم بهذا، فهم أشرف من أن نشبههم بهذا، بل والله الذي لا إله غيره أنا أود أن أحيي بكل قلبي وبكل جوارحي وبكل كياني أهل غزة، أحيي هؤلاء الأبطال، أحيي هؤلاء الأطهار من الرجال والنساء والشباب والأطفال والشيوخ، أحيي هؤلاء الذين ضربوا لنا مثلا آخر وجديدا من أمثلة الكرامة وأمثلة العزة. وأقول أسأل الله جل وعلا أن يتقبل موتاكم عنده في الشهداء، وأسأل الله جل وعلا أن يزيدكم ثباتا وأن يزيدكم عزة ونصرا. وأنا بكل ثقة أقول والله لقد حققتم نصرا حقيقيا بهذا الثبات وبهذا الصبر. نعم، فالنصر الحقيقي أن يثبت الإنسان على دينه، أن يثبت الإنسان على دينه وعلى مبادئه وعلى أخلاقه، وأن يزود عن مقدساته وعن مقدسات الأمة. نعم، شرفتم الأمة وكرمتم الأمة، وأسأل الله جل وعلا أن يزيدكم صبرا وثباتا وإيمانا ويقينا وتوكلا عليه وحده. وقد بان لكل أحد عظمة الطريق، واتضح لكل عاقل الطريق الحقيقي الذي يجب أن تسلكه الأمة الآن، لأننا نعيش عالما لا يحترم إلا الأقوياء. لا أقول لو تكافأت القوى، بل لو تملك إخواننا بعض ما يستطيعون أن يزودوا به عن أنفسهم والله لتغيرت الموازين، والله لتغيرت الموازين. فشتان شتان